مساء الخير عليكم. يا رب تكونوا في أحسن حال. النهاردة هنكمل حلقات الكنز مع أستاذ فوزي حامد، ضيفنا وأستاذنا الكبير. النهاردة هنتكلم معاه عن حياته وذكرياته في كلية الهندسة، وكل اللي بيحب كلية الهندسة واللي نفسه يدخل كلية الهندسة، ولادنا في ثانوية عامة أو اللي عنده شغف بكلية الهندسة يتفرج معانا وهيستفيد أكيد منه، لأن خبراته حلوة جدا وطويلة جدا، وكان شاطر قوي. قيمة بقيمة أستاذ فوزي إن هو مش بس مهندس ودرس في كلية الهندسة وكان شاطر وبيعمل كل حاجة بإيده، هو كمان كان قارئ كبير قوي. قرأ وهو في الجامعة آلاف الكتب. شخصية بحجم أستاذ فوزي إنه يقرأ الكتب دي كلها أكيد هنستفيد منه، سواء ناس في جامعة أو حتى غير جامعة. زي كده أنا بستفيد منه، كل كلمة بيقولها فيها استفادة. تابعونا ويلا بينا نتكلم معاه ونسأله على كلية الهندسة. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ فوزي مرة تانية معايا، وشكرا لحضرتك إن أنت معايا مرة تانية، ويا رب دايما كده في حلقات مستمرة ونستفيد من حضرتك كتير. أهلا وسهلا. أنا سعيد جدا للقاء حضرتك أكتر من مرة. أول سؤال عايز أسأله لحضرتك هو إزاي دخلت كلية هندسة، واحكي لنا بقى عن التفاصيل. أنا أقول لحضرتك وما أحلى الذكريات وأنا الآن في 74 من عمري. كنت طالبا بمدرسة العباسية الثانوية، وكنت متفوقا جدا، إلا أنني كنت شقيا جدا، وكنت أترك المدرسة لممارسة بعض الألعاب خارج المدرسة، وحدثت مني مشاكل كثيرة حتى أن الناظر تنبأ لي بالفشل. وعندما ظهرت نتيجة الثانوية العامة وكنت من الأوائل، لم يصدقوا أنني هو الشخص بعينه أو أن هذا هو اسمي. المهم، كان مجموعي 86% سنة 67 و1900. وفي هذا الوقت كانت الكلية الفنية العسكرية، وعلى رأسها أنا أتذكر الفريق إبراهيم سليم، تأخذ أكبر مجموع ما بين الكليات. وذهبت إلى الكلية الفنية العسكرية وأمضيت فترة المعسكر، ونجحت بتفوق بعد 45 يوما. وعند عودتي إلى المنزل حملت معي زجاجات الكوكاكولا، ووجدت أن أبي قد توفى منذ 3 أيام ولم يخبروني. وبناء عليه حولت إلى كلية الهندسة جامعة اسكندرية. طبعا قبلت فيها وأمضيت فيها عامي الأول، وهكذا. ازاي قضيت سنواتك الأولى في كلية الهندسة؟ كانت ازاي وكنت بتعمل ايه؟ والله هذا سؤال مهم جدا. بصراحة في السنة الأولى كانت هناك قصة حب، وهي الأولى في حياتي. استمرت قصة الحب عنيفة جدا لمدة عام، وبعد السنة الإعدادية ذهبت محبوبتي إلى قسم الميكانيكا وأنا إلى قسم الكهرباء، وتفرقنا ولم تدم قصة الحب هذه. هذا شيء أتذكره جيدا،
ومن الأشياء التي أتذكرها أيضا أنني في إعدادي هندسة كنت أدرس اللغة الألمانية، حيث أنني عندما كنت في الإعدادية وطلعت إلى الثانوي العام كان من المفروض أن تكون لدي لغة ثانية، ولكننا استمرينا على لغة واحدة وهي اللغة الألمانية، وبذلك أكون قد ذهبت إلى كلية الهندسة، وفي إعدادي كنت أدرس اللغة الألمانية. وكنا دائما نقول إيش ستودي دويتش، ده اللي كان دايما يعني إيه نقوله لبعضينا كده. وكان من أصدقائي في هذه الكلية المهندس فرج عامة رجل الأعمال المعروف حاليا، والدكتور فتحي مبروك، وهو دكتور في كلية الهندسة قسم كهرباء، وحصل على الدكتوراه من روسيا. ولكن المهندس فرج عامر طبعا حينما تخرج سافر إلى الخارج، والدكتور فتحي مبروك أيضا سافر إلى روسيا لنيل الدكتوراه، وتفرقنا كل في طريق. في هذه السنوات كنت أنا لدي ورشة بها مخرطة ومقشطة ومتقاب، وكنت أعمل في لف الموتورات حتى حينما وصلت إلى السنة الرابعة كان الدكتور العرباوي وهو أستاذ الكهرباء يرسل إلي بالطلبة إلى الورشة حتى يتعلمون على المواتير AC موتور، كيف يقومون بحل الموتور وتعبئة السلوتس ووضع العوازل وبندجة الموتور حتى الانتهاء من لف الموتور. وكانت مسألة شيقة جدا بالنسبة لي، حتى أن المشروع في بكالوريوس الهندسة كان عبارة عن 3 phase induction موتور. بس ادي ده جزء من اللي انا يعني اتذكره في كلية الهندسة. يا ترى بقى في آخر الكلية عملت ايه وايه اللي انت وصلت له بعد كلية الهندسة؟ ده سؤال برضو مهم جدا. قلت لك أنني كنت أمتلك ورشة وكنت أقوم بلف الموتورات، ويجب أن أنبه هنا إلى شيء في منتهى الأهمية، أنني لم أكن كمهندس أعتمد على الفنيين الذين يقومون بلف الموتور، بل كنت أقوم أنا شخصيا بفك الموتور وأخذ معلوماته وإحضار السلك وعمل الفورمة، ثم يقوم الفني بتكملة هذا الشيء إلى أن يتم لف الموتور، وبذلك نكون قد تعاوننا معا في لف الموتور. ويجب أن يعلم الفني جيدا أنه إذا ترك الورشة وذهب فإنني أستطيع أن أكمل هذا العمل بجودة أفضل منه 1000 مرة. وهذا ملحظ أود أن أقوله لكل مهندس يجب أن يعمل بيده، يجب أن يحاول أن ممارسة العمل وإتقانه بيده، ثم بعد ذلك يتركه للفني حتى يستطيع الفني أن يحترم هذا المهندس ولا ينظر له على أن المهندس يتعلم منه. وأما بعد انتهاء البكالوريوس طبعا حاولت أن أعمل في شركة، فعملت في شركة إصلاح وبناء السفن، وكنت أتقاضى مرتبا حوالي 30 جنيها في الشهر، ولكني ذهبت إلى الشركة لزيادة الخبرات
وعملت في قسم لف الموتورات، وكان أستاذنا المهندس فاروق كنا نتعلم منه، وكانوا يسندون إلي الدوائر الكهربية وإعادة كان هناك مركب اسمها أبو سمبل، كانوا يعطونني مهمة عمل الكهرباء وتركيب الأسلاك والكابلات في الأوناش، وكنت أقوم بهذه المهمة بنفسي مع الفنيين، وكانت مهمة ناجحة جدا، والحمد لله أخذنا منها خبرة عالية، حتى أنني تركت الشركة بعد 6 شهور وتفرغت للورشة، وأصبحت مقاولا يجلس مع المقاولين ليأخذوا عمليات خاصة به من القائمين على خدمة المراكب من الناحية الهندسية في مختلف شركات الملاحة. هذه هي ذكرياتي ببساطة شديدة جدا في كلية الهندسة، وأنا أتمنى طبعا أن تعود أيام الشباب كما كانت، ولكني أقول لك كما يقول الشاعر: خلقت ألوفا، لو رجعت إلى الصبا لفارقت شيبي، موجع القلب باكيا. طبعا ده شاعر بكاش، أي واحد فينا طبعا يتمنى أنه يرجع للشباب، ولكن الحمد لله والباقيات الصالحات، واللهم أحسن ختامنا. شكرا لحضرتك جدا جدا جدا. في نهاية الحلقة بشكر حضرتك أستاذ فوزي على لقائك معايا تاني، وإن شاء الله في حلقات تانية بعد كده مستمرة، لأن بنستفيد من حضرتك بجد. وأكيد هنتكلم عن باقي الكليات اللي حضرتك دخلتها والكتب الكتيرة اللي قريتها. وأنا قد إيه فخورة إن واحد زي حضرتك قريت آلاف الكتب، أبسط الأشياء الكتب اللي قريتها دي كلها والدراسات اللي درستها، ان انت احترمت قناتي وان انت بتتعاون معايا ووافقت انك تطلع معايا. دي شهادة كبيرة جدا انا بعتز بيها من حضرتك، ان انت شايف محتوايا وشايف ان انا استحق ان اطلع معاك. شكرا بجد، وان شاء الله يكون في حلقات تانية مع حضرتك. وبقول لمتابعينك ولحبايبك ان حضرتك وهدية كبيرة قوي لازم نحافظ عليها. دمتم في رعاية الله وأمنه، مع سلامة الله.